السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. مين بينجح دورة الفراخ ومين بيموت الفراخ؟ اللمبة البيضاء ولا اللمبة الصفراء؟ لازم نعرف نفرق بين اللمبة البيضاء وبين اللمبة الصفراء. وانت بتشتري اللمض للفراخ لازم تروحي تجيبي لهم لمبة صفراء. طب هنجيبها ليه اللمبة الصفراء؟ ما نجيبهاش بيضة ليه؟ اللمبة البيضاء للإضاءة بس، وبتستعمل بعد عمر 30 يوم. يعني بعد ما الفراخ تكون وصلت 30 يوم ما بتبقيش محتاجة ان انت تعملي لهم لمبة صفراء. ليه؟ لأنها مش للتدفئة، اللمبة البيضاء للإنارة بس. بتساعد الفراخ على الرؤية، وتنشط حركة النمو، وتخليهم يتحركوا براحتهم، وبتحسن من استهلاك العلف وزيادة الوزن. لكن اللمبة الصفراء بتعمل ايه الفرق عشان نعرف الفرق بين دي وبين دي؟ اللمبة الصفراء بتستخدم من أول يوم في ال30 يوم عشان توفر الحرارة، مهمة جدا وضرورية جدا من أول يوم. بتساعد على التدفئة، بتقلل نسبة النفوق بتاعة الفراخ. لأن امتى نبعدها تدريجيا، كل ما الفراخ بتكبر بالتدريجي. نفضل نرفعها شوية بشوية، وبعد كده ممكن نشيلها خالص لما حد ما يوصلوا عمر 30 يوم. من غير اللمبة الصفراء الفراخ تموت، بدليل ان المزارع بتخسر مخاسر كبيرة جدا لما الكهرباء بتقطع، او ما بقاش فيها تدفئة كويسة، او حتى التهوية. يا رب يكون استفدتم النهاردة. دمتم بألف خير.